اخيرا رجعت اعمل فيديوهات تاني بعد غياب حوالي 20 يوم. اللي متابعني كان عارف ان انا بجدد شويه في الاوضه اللي انا بصور فيها، وبجدد المعدات اللي انا بصور بيها حاليا. طبعا اكيد في حاسين بفرق، الخلفيه اللي ورايا بقت اغمق شويه فبقى لونها افضل شويه من الاول. كان الاول كانت تحس كده لونها بهتان شويه. طبعا الاوضه كلها اتدهنت وجبت سوفت بوكسين جداد بدل السوفت بوكسين اللي انا كنت بصور بيهم من الاول، اللي انا كنت عاملهم بشكل يدوي. كانت حاجات بدائيه جدا، وده يقول لك ان الموضوع مش صعب قوي ومش سهل قوي ان انت تبتدي على اليوتيوب، بس ده مش موضوعنا دلوقتي خالص. فطبعا الدنيا بقت افضل دلوقتي بكتير. النور حاسس ان انا معمي كل سوفت بوكس فيهم 5 لمض، انا مش مشغلهم بالقوه الكامله، مشغل تقريبا 3 لمض و3 لمض يا دوبك عشان انا اقدر افتح عيني قدام الكاميرا. تقريبا لسه في صدى صوت شويه، بس انا حطيت عوازل للصوت على الحيطان، بس تقريبا انا محتاج تاني ازود، فمعلش لو في صدى صوت خفيف طالع في الصوت. بس انا كبيتر بصراحه انبسطت بعد التجديد بيبقى حاجه لطيفه، تحس ان انت خدت ستيب حتى لو بسيطه، بتبقى بيديك كده بوش او دفعه للامام ان انت تقدر تكمل. وده اللي هيدخلنا في اول نقطه انا حابب اتكلم فيها. انا في كذا نقطه حابب اتكلم فيها معاكم، وطبعا النقطه اللي انتم مستنيينها الجيف اواي اللي انا وعدتكم بيه، ده هيبقى اخر حاجه اتكلم فيها. لو عاوز تروح على طول على اخر الفيديو انا ما عنديش مانع اروح على اخر الفيديو على طول، ولكن يهمني انك تسمع الكلام اللي انا هقوله دلوقتي عشان هو كلام مهم بالنسبه لي. وانا اعتقد لو انت بتتابعني ومهتم باللي انا بقوله او مهتم باللي انا بقدمه هيبقى مهم جدا بالنسبه لك. اول حاجه حابب اتكلم فيها اللي هو شكرا فعلا على الدعم الفتره اللي فاتت، انتوا السبب في كل التغييرات دي. كل اللي في حد بيتابعك وحد مهتم اللي هو يتفرج على الفيديوهات بتاعتك بيديك كده دفعه ان انت تكمل، يقول لك انت بتعمل حاجه كويسه كمل، حتى لو هي مش بيرفكت او مش طالعه 100% اللي هي حاجه ما فيهاش غلطه. بس كان الدعم بتاعكم وكومنتاتكم والفتره اللي فاتت ودعمكم وكل الناس اللي كانت بتدخل دايما تكتب لي اول كومنت او اول تعليق اول لايك، الناس دي فعلا هي اللي كانت بتدعم القناه دايما اول ما بنزل الفيديو. فانا لما كنت بطلب من الناس ان انا اول ما انزل فيديو الناس تدخل تتفرج، حقيقي انتوا كنتوش بتتاخروا او محدش كان بيبخل ان هو يدخل يتفرج على الفيديو. فدي اول حاجه انا حابب اشكركم جدا، ودي اهم تقريبا نقطه في الموضوع كله. نيجي بقى لتاني نقطه، حديث العصر الفتره اللي فاتت وثلاث ارباع الكومنتات انت بتقلد فلان الفلاني. خليني بس اوضح النقطه دي كويس. اولا انا مش بحب كلمه تقليد او مش بحب المصطلح ده، علشان انا مش بعترف بحاجه اسمها تقليد، انا بعترف ان في حاجه اسمها واحد اتاحت ليه الفرصه قبل التاني. وبما اني انا وناس كتير تانية بنشترك في حاجه واحده ان احنا بنقدم محتوى تقني او بنتكلم عن التكنولوجيا، فاكيد دماغنا هتبقى متقاربه في بعض الحاجات، واكيد في حاجات ما بيننا هتبقى مختلفه. ولو انت متابعني من زمان جدا انا كنت مختار السيت اب ده من زمان قوي، من ساعه ما كان عندي تقريبا 1000 سبسكرايبر او حاجه. انا الاول كنت بتكلم وانا واقف، وكان خلفيه ورايا غامقه خالص كده، الدنيا مطفيه وكانت اضاءه ضعيفه، وبعد كده شويه شويه زودت الاضاءه، وبعدين عملت الترابيزه دي مش من ايكيا، انا اللي عاملها. الكلام ده تقريبا كان في 2017 من زمان جدا. بس طبعا كانت الجوده اللي انا بصور بيها مش افضل جوده في الحياه، بس كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي اللي بيتفرج عليا يبقى مستمتع على الاقل بالمونتاج او بالمعلومه اللي انا بقدمها على قد ما اقدر. انا مش مهم الطريقه اللي انا بقدم بيها ايه، اهم حاجه ان انا بوصل لك معلومه صح، واهم حاجه ان انا بوصل لك حاجه حقيقيه، مش بتدخل بس على الفيديو تلاقي العنوان في موضوع وبتدخل الفيديو بتلاقي موضوع تاني. ودي تقريبا اكتر حاجه المفروض تشغل بالك، ان انا بقدم لك حاجه حقيقيه مش حاجه فيك. ايا يكن الطريقه اللي بقدم بيها سواء تشابهت مع حد تاني او ما تشابهتش، اكيد كل واحد ليه اسلوبه او طريقته الخاصه اللي بتخليك تتابعه. احنا في مصر حاليا في اكتر من قناه بتتكلم عن الموبايلات والتكنولوجيا، واكيد كلنا ممكن نعمل في نفس اليوم مراجعه لموبايل واحد، بس انت بتقرر خلاص هتفرج على الشخص ده عشان انت عاجبك اسلوبه، عاجبك طريقه عرضه للمحتوى، عاجبك الطريقه اللي بيتكلم بيها. فاكيد كل واحد ليه اسلوبه، ايا يكن تشابهنا في سيت اب، تشابهنا في حتى في الحاجه اللي بنتكلم عليها. انا يهمني ان انا ما بقدمش حاجه فيك او ما بقدمش حاجه اللي انت بتضيع وقت عليها وخلاص. وانا من زمان كان نفسي ادخل المحتوى الاجنبي مصر، بما ان مثلا محتوى انبوكسر ما كانش حد هنا لسه بيقدمه، او طريقه عرضه للمنتجات ان انت بتشوف المنتج لايف دلوقتي، مش مثلا بيتكلم بلاي باك وبيسجل الصوت لوحده وبيسجل الفيديو بعدين للمنتج اللي هو بيصوره كبي رول. انت بتشوف التفاعل بتاع الشخص لايف في نفس الوقت اللي هو ماسك فيه الحاجه او المنتج اللي بيصوره. فبصراحه دي كانت حاجه لطيفه جدا، اللي هو بياخد كذا شوتس وبتشوف الرياكت بتاعه والامبريشن بتاعه، كانه بيفتح معاك الموبايل في نفس اللحظه، كانك انت لسه جايب الموبايل وبتشاركك الشعور او الامبريشن او الانطباع عنه عن المنتج، سواء مبسوط او مش مبسوط، حلو ومش حلو. المحتوى ده ما كانش موجود في مصر، ما حدش كان بيقدم بالطريقه دي. وانا كان نفسي ابقى اعمل فيديوهات وابين انطباعي عن الحاجه اللي انا بتكلم عنها قدام الناس ونشوف انفعالي والكلام ده. وده يمكن بان شويه في فيديو فتح علبه الاونر 8 اكس. صحيح انا كنت بصور الفيديو ما كنتش باين فيه، بس كان الصوت طالع في نفس الوقت، ما كنتش مثلا بصور الصوت لوحده وبعد كده واخد فيديو تاني ومركبه على بعض، لا هو كان
كان الصوت والفيديو في نفس الوقت مع بعض. فانا بصراحه دي كانت حاجه من زمان انا نفسي اعملها، بس ما كانش معايا الامكانيه وما كانش عندي القدره ان انا اعرف اصور او اخد شوت ازاي او اصور الفيديو ازاي او اخد بزاويه من انهي ناحيه بالظبط. شويه شويه ابتديت اتعلم، شويه شويه ابتديت يتوفر معايا الامكانيه ان انا اقدر اجيب منتج، شويه شويه توفر معايا امكانيه ان انا اجيب كاميرا. انا قلت لك الموضوع كله بيعتمد ان في واحد اتاح هتلاقي الفرصه قبل التاني. بس فدي حاجه حبيت اوصلها لجميع الكومنتات اللي كان بيكتبوا ان انا بقلد مثلا عبد الله رخا. عبد الله رخا من اكتر الناس اللي انا بتابعها عشان انا مبسوط اللي هو ابتدى يدخل طريقه او المحتوى او طريقه عرض انبوكس سيرابي هنا في مصر، علشان ما كانتش موجوده. دي حاجه بسطتني جدا، وان كان هو يعني عمل حاجه زي دي قبلي وانا كان بفكر فيها من زمان قوي، بس دي حاجه تبسطني جدا ان المحتوى في مصر بيتجدد بيتطور، في حد بيحاول يغير. هو سبقني انا سبقته، الموضوع مش فارق. فاحنا مش بنقلد حد على قد ما احنا بنحاول نجدد المحتوى وطريقه عرضه في مصر مش اكتر. نيجي بقى للنقطه اللي انتم مستنيينها، الجيف اواي. زي ما انا وعدتكم لما نوصل ل 25000 سبسكرايبر هعمل لكم جيف اواي بسيطه اعترافا مني بفضلكم اللي احنا وصلنا للعدد ده، واحنا حاليا كسرنا العدد ده، احنا حاليا وصلنا 32000 وشويه. فجه الوقت اللي احنا نعمل جيف اواي، والجيف اواي هتبقى على 2 سمارت باند. الاولانيه اونر باند 4 الراننج اديشن، والثانيه سمارت باند من شركه اسمها اوريمو. انا كنت عملت عنها فيديو قبل كده هسيبه لك في حرف لا اللي ظهر هنا. فبصراحه السمارت باند من الحاجات اللطيفه جدا ان انت ممكن تلبسها وتحس كده ان انت ايه لابس حاجه شكلها شيك وبسيط، وفي نفس الوقت لو انت راجل رياضي وبتهتم بالعدد الخطوات اللي انت مشيتها قد ايه او المسافه اللي انت مشيتها قد ايه، السمارت باند دي او دي هتساعدك قوي ان انت تعرف انت مثلا اتحركت قد ايه النهارده. انا كمان بستعمل سمارت باند، بس دي انفينكس سمارت باند 3، هبقى اعمل لكم عنها فيديو قريب عشان دي تقريبا افضل سمارت باند شفتها بسعر رخيص وبتقدم لك كل حاجه تقريبا، بس هعمل عنها فيديو قريب. فعلشان تكسب واحده منهم كل اللي عليك اللي انت هتلاقي لينك المسابقه تحت الفيديو في الوصف، والشروط بسيطه جدا. انت بمجرد ان انت هتشترك، لو انت مش مشترك في القناه هتعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، وتتابعني على صفحه الفيسبوك وتعمل لايك هناك، وتتابعني وتعمل فولو لاكونت الانستجرام، وبكده يكون انت خلصت الشروط واشتركت في المسابقه اللي هيتم اعلانها عنها كمان اسبوعين. المسابقه دي هتنتهي يوم 15/3 بالليل، وهيتم الاعلان تاني يوم على طول عن الاثنين الفائزين معانا على اكونت الانستجرام. هطلع في ستوري او لايف على الانستجرام اقول لكم مين الاثنين اللي كسبوا. ولو انت شخص من سكان القاهره او الجيزه وكسبت معانا في الجيف اواي هسلمك الهديه بتاعتك بشكل شخصي. هحاول اتواصل معاك ونتقابل سوا واديك المنتج ده في ايدك. لكن لو انت من محافظه ثانيه اكيد هتواصل معاك واشوف اي طريقه او اي وسيله شحن ان هي توصل للحاجه دي لغايه بيتك. الموضوع هيبقى بسيط جدا. في نقطه كمان، انا كنت قلت لكم ان انا هقدم سلسله دعم اليوتيوبرز اللي لسه بادئين جداد. الموضوع ده في بالي، انا مش ناسيكم خالص، بس انا عمال ارتب له ان انا ازاي اقدمه او ازاي اطلع لك الحاجه فعلا انها تفيدك، بحيث ان انا اصور لك حتى خلف الكواليس ايه اللي بيحصل وانت بتصور اصلا الفيديو. الحاجات دي ما كنتش بلاقيها على اليوتيوب، يعني ازاي احط السيت اب، ازاي اظبط الدنيا، الحاجات دي ما كنتش بلاقيها خالص على اليوتيوب. الحاجات اللي هي بقى اللي جوه الحدث نفسه انا بحاول بس اظبط وقتي. انا الفتره دي مشغول جدا 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 في شغلي، فمش عارف قوي اظبط الموضوع ده، بس انا الموضوع ده مش ناسيه، انا وعدتكم بيه وانا دايما مش بخلف بوعدي. بس من دلوقتي لو انت عندك قناه حاول تظبط على قد ما تقدر المحتوى اللي انت بتقدمه، اتعب عليه. انا مش هيهمني انت بتصور بايه ولا بتصور فين ولا ايه الخلفيه اللي وراك ولا اي حاجه من دي، انا يهمني انك بتتعب على المحتوى اللي انت بتقدمه، انك بتحاول تطلع افضل حاجه عندك، بتحاول تمتع الناس حتى بالمونتاج. مش معنى كده ان انت تعمل انتقالات اوفر بقى وتعمل حاجات اوفر، الحاجات بتبقى جميله وهي بسيطه، بس انك تعرف ازاي تتعلم انك تستخدمها امتى وفين، ده بس اللي هيبقى هاممني. فمن دلوقتي لغايه ما نعلن عن سلسله الدعم لليوتيوبرز الجداد حاول تطور المحتوى بتاعك عشان يبقى الاختيار على مستوى مين اللي بيقدم محتوى افضل، مين اللي بيتعب على المحتوى ده. فمن دلوقتي لغايه ما نعلن قريب جدا عن الموضوع ده حاول تطور المحتوى بتاعك عشان يبقى فيه منافسه جامده جدا اكيد. يعني دي كانت كل حاجه حابب اشارككم فيها في الفيديو ده. ما تنساش تشترك في المسابقه وما تنساش تفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد، علشان هيبقى فيه فيديوهات جديده الفتره اللي جايه وهيبقى فيه افكار جديده واكيد هتبقوا مهتمين بيها وهتفيدكم. فما تنساش تفعل زرار الجرس واشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.